السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في القناة. نتمنى تكونوا كامل لاباس. اليوم وليت وجبت لكم معايا وصفة كما العادة سهلة وخفيفة واقتصادية وسريعة. راح ندير بطاطا في الفور بلا فور، توجد بالخف 20 دقيقة نص ساعة وتكون واجدة. كما شفتوا عندي المكونات الأساسية: بطاطا، بصل، طماطم والثوم. هنا في كوكوت، يعني لازم يكون عندك الكوكوت باش تخرج لك بنينة. هنا البصل عندي كمية معتبرة من البصل، يعني كل ما تكثروا البصل تجي بنينه. هنا درت 3 حبات متوسطين، قطعتهم كما راكم تشوفوا شرائح صغار. وعندي طراف تاع الدجاج، ديروا الشي اللي متوفر عندكم. وعندي البطاطا تاعي رايحه نقسمها كما راكم تشوفوا شرائح، ويكونوا شويه خشان، ما يكونوش رقاق، باش ما تتعبصش في الكوكوت. كما على بالكم الكوكوت طيب بالخف. وهنا عندي طماطم رايحه نسكرفجو، انتم خيروا حبيبات يكونوا طيبين مليح. انا هذو اللي كانوا عندي كانوا شويه صغار ويابسين، انتم من الافضل يكونوا حمر مليح ويكونوا طيبين. نسكرفجوهم ولا نقشروهم ونديروهم في الاشوار. الا كانوا طيبين مليح مش رايحين تحتاجوا الاشوار، يعني فقط نديروهم في الرقيق. هنا كما راكم تشوفوا انا فوتهم في الاشوار خاطر كانت مش طيبه مليح. وهنا نزيد كاس ماء، ونزيد فصوص تاع الثوم حوالي 3 كبار، نقطعهم كما راكم تشوفوا شرائح، ما نسكرفجوهمش، يعني تجي بنينه احسن كي نقطعوهم. ونبداو نديرو في التوابل. عندي هنا الملح، عندي فلفل اسود، عندي شويه تاع الكمون حوالي نص مغرفه تاع كمون، نص مغرفه صغيره طبعا. وعندي زنجبيل، وعندي شويه كركم، هذا واش نسحقوه في التوابل. عندي مغرفه صغيره تاع طماطم مصبره، عندي مغرفه صغيره تاع لاموطارد. لاموطارد ضروري في هذه الوصفه لانها تزيد لنا بنه على بنه. وعندنا هنا ورقه تاع رند وشويه تاع الزيتون نقطعوه شرائح كما راكم تشوفوا. نخلط المكونات جيدا حتى يندمجوا مليح. انا زدت شويه فلفل اسود، حسيتها بلي مخصوصه شويه. بعدها نجيبوا الكوكوط تاعنا ونفرغوا الخليط فوق البطاطا. تحبوا مع الخليط تزيدوا وحده جنبو تزيد لها بنه بزاف بزاف مليحه. انا ما كانش متوفر عندي، سي بور سا ما درتش. نحط الكوكوط تاعي على النار، نغلق عليها، نخليها حتى تبدا تغلي كما راكم تشوفوا. وهنا نغلق على الكوكوط، نغلقها، فوالا نغلق الصفاره. ونخليه حتى تبدا تصفر، باه نقص النار، نقصلها على يعني نار تكون خفيفه. فوالا هنا بعد ما بدات الصفاره تاعي تصفر، نقص النار ونخليها حوالي ربع ساعه حتى 20 دقيقه. هنا بعد ما حليت الكوكو تاعي، شوفوا البطاطا طابت، يعني طابت بيان. رايحه نجيب بلا اللي يدخل في الفور ونفرغ البطاطا في البلا. هنا اللي يحبها يعني تجي فيها شويه لاصوص،
غير ندخلوها للفور، غير تبدا تتكتك يعني تغلي شويه، نشعلو من الفوق ونحمروها. هنا قبل ما ندخلوها للفور رايحه نقطع شويه معدنوس، من الافضل يكون معدنوس، اللي يحب المعدنوس ولا القزبر يعني كل واحد وذوقه. انا هنا درت المعدنوس، تجي بزاف بنينه بالمعدنوس. ورايحه ندخلها للفور. فوالا، وهنا ندخلوها للفور. هنا نزيد قرن تاع فلفل حار، اللي يحب الحار طبعا. من بعد نتلاقاو ونشوفوا شكل نهائي للوصفه تاعنا. والوصفه تاعنا راهي واجده كما راكم تشوفوا، الصوره تعبر على نفسها، تجي بزاف بزاف بنينه واقتصاديه كما قلت لكم. يعني تشهي تشهي تشهي، جربوها ورجعوا لي الخبر. توجد يعني في رمشة عين، وتصلح بزاف بزاف للضياف تاع الغفله. نتمنى الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تنسوش ديروا لي جيم وتخليوا لي تعليق. شكرا على المشاهده والى اللقاء.